هلو جايز، عاملين ايه؟ فيديو جديد، والنهارده فيديو مختلف كالعاده، وهقول لكم عن افضل مدرسين هتسمعوها، وده سواء لاي مراحل الاعداديه. والله هقول لكم في كل المواد. اقول لكم يا جماعة، انا بشكركم بجد على دعمكم ليا في الفيديو اللي فات، سواء الكومنت الجميلة اللي كتبتوها لي او كمان اللي كتبتوها لي علشان اعمل لكم الفيديو ده. بجد يا جماعة انا كنت مبسوطة جدا 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 بالافكار اللي اديتها لي. وكمان عايزة اقول للمتابعين الجدد اهلا بيكم في قناتي انا جنى، وانا سعيده جدا انكم نورتوا قناتي. لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي افكار ما تنسوش تقولوا لي في الكومنت، وانا معاكم بقرا كل كومنت. هنبدا في الفيديو على طول. اقول لكم من المدرسين اللي هبدا معاهم سنه تالتة اعدادي. ويا جماعه هما في مدرسين لسه بدأ جديد، وفي مدرسين هي من زمان عادي جدا ومشهورة كمان. حاجة هنبدأ بيها هي الرياضيات. مستر احمد جابر يا جماعة حلوة قوي قوي قوي، وانا هسيب لكم هنا الصورة بتاعت القناة بتاعته. وبجد يا جماعة هي حلوة قوي. انا بسمعه، كنت بسمعه دايما في سنة تانية اعدادي. كان بيفيدني جدا، بيشرح بالراحة، وكمان لو انتم عايزين يشرح بسرعة عادي يعني ممكن تزودوا السرعة. لا يا جماعة بجد في الشرح هو حلو قوي، وسواء في التدريبات وكمان يعني بيديكم الشرح وكمان التدريبات معاه، فالاتنين حلوين قوي في نفس الحصة. انا هسيب لكم قناة مستر خالد البقري. بجد يا جماعة هو بجد حلو قوي قوي قوي. ويا جماعة عايزة اقول لكم ان هو شرحه مبسط جدا، بيبسط المعلومة قوي، هو وكمان المستر احمد جابر. هما الاتنين حلوين قوي. ولو مثلا عندكم، انا عارفة ان في مدرسين كتيرة جدا حلوة زي مستر محمد ابراهيم، او في ناس كتيرة جدا انا عارفاها برضو. بس يا جماعة احنا لازم يعني نثبت على واحد او اتنين بالكتير قوي. بس يا جماعة هو واحد بس، فانا لو هلتزم على حد واحد بس ممكن التزم مع احمد جابر، عشان انا خلاص بجد يا جماعة اتعودت عليه وكده. وتاني حاجة معانا عايزة اقول لكم يا جماعة انه منصة هنذاكر اونلاين عامة دي انا برشحها لكم دايما دايما دايما. شرح مجانا على اليوتيوب، مش محتاجين اصلا انكم تشاركوا منصة مع حد تاني. بجد يا جماعة هو يعني مش مستاهل اصلا ان انتم تروحوا تشتركوا مع منصة تاني مش معاهم. هي مش منصة اللي هو بفلوس او كده، لا يا جماعة هي منصة مجانا. بصراحة ما اعرفش هم يعني بيدوا بفلوس او لا، يعني عندهم منصة او لا. بس انا اللي عارفاه ان هم عادي يعني بيدوا على اليوتيوب مجانا، وانا دايما بسمع معاهم، والمنهج كله اصلا سمعت معاهم. فعايزه اقول لكم ان حلوه قوي في كل المواد حرفيا. اقول لكم بقى على الانجليزي انا بسمع مين او كنت بسمع مع مين. ده يا جماعه انا برشح لكم القنوات دي، غير انه انا بروح سنتر بره اصلا يعني. فالانجليزي غير السنتر بره علشان ما ينفعش اصلا ارجع الحصة من جديد، فانا بضطر ان انا اروح لحد تاني او مدرس تاني على اليوتيوب. طبعا هو مدرس واحد بس انا بسمعها مع مدرس واحد، لكن في ايام المراجعات بسمع مع حد تاني علشان بحسه افضل من الحد الاولاني. فاهمني يا جماعة؟ لو عايزين مثلا انتم زيي بتروحوا سنتر، لكن انتم مثلا ازاي ترجعوا الحصة من جديد، اللي هو كده يا جماعة. فانا عايزة اقول لكم يا جماعة اول ما تروحوا على طول على طول رجعوا الحصة من جديد، اكتبوا كل اللي فهمتوه وكده. او كمان ممكن تكتبوا مثلا حاجة بسيطة اول حاجة تتعلموها او كده، يعني اول مرة تعرفوها وكده ممكن تكتبوها عادي في الحصة، وبعد ما تروحوا تذاكروها تاني. انا بسمع مع مين؟ انا بسمع مع مس مي مجدي، وبسمع برضو مع مستر احمد جميل يا جماعة برضو حلوة قوي. وانا كمان اي مدرس انا هتكلم عليه انا هحط لكم صورة القناة بتاعته، لانهم بجد هما يستاهلوا ويستاهلوا اكتر من كده.
طبعا في مدرسين كتيرة بجد حلوة زي ياسمين او كده، بس ياسمين طبعا يعني انا برضو عارفاها وعارفة مدرسين كتيرة جدا برضو. بس يا جماعة اللي انا ممكن اكمل معاهم سنة تالتة اعدادي. بقى للدراسات يا جماعة، عايزة اقول لكم انه في برضو مدرسين كتير انا بسمع معاهم. ويا جماعة عايزة اقول لكم ان انا بسمع مع حد تاني في ايام المراجعات، لانه هو بيدي منصة اصلا. فهو حلو قوي قوي يعني كشرح او كده، فهو حلو قوي. بس بحسه مش في الشرح، بحسه في الحل التدريبات او كده. اقول لكم مين اللي هقدر اكمل، اللي هكمل معاهم. اول حد هو الكينجاوي. هو حلو قوي يا جماعة، لسه اصلا عارف من قريب قوي يا جماعة. انا عارفة ان كلكم حرفيا بتحبوا مس مارينا عاطف، بس انا يا جماعة كنت بحبها قوي قوي من اولى اعدادي. بس بعد كده اكتشفت ان انا يعني في اول الترم كده بحس ان هي بتدينا حماس وطاقة ايجابية او كده، بس بعد كده بيبقى اللي هو عادي. ما بفهمش منها قوي، لان هي ساعات بتشرح بسرعة قوي قوي، اللي هو انا بحاول استوعب المعلومة فهي بتكون قالت معلومة تانية، فاهمني؟ فانا الحتة دي برضو ما بحبش يعني المدرس اسمع معاه وهو اقول لكم يا جماعة ان منصة هنذاكر اونلاين برضو ان هي بتدي حصة للشرح، وفي نفس الحصة برضو حل يعني افكار كده، وحصة تاني بقى يعني حل تدريبات على الدرس كامل. فبجد يا جماعة ببقى مش عايزة اصلا اروح درس، يعني من كتر ده كله. فانا ببقى خلاص انا الدرس ثبت في دماغي وكده. وعايزه اقول لكم بقى تعالوا ندخل في العلوم. العلوم انا هو مستر واحد بس هو اللي هاخد معاه، يعني مستحيل اغيره اصلا. هو حلو قوي يعني هو مستر احمد السعد يا جماعه، بجد مستحيل اغيره بجد، يعني هو حلو قوي. وبعد كده ندخل لاخر حاجه وهي العربي. انا بسمع مع مين؟ انا بسمع مع يا جماعه حد حلو قوي، هو اسمه عمر ياقوت. ايوه يا جماعه اسمها قناه يعني بتاعته اسمها عمر ياقوت، حلوه قوي. يعني هو بيبسط المعلومه حرفيا، بيبقى مفيش تبسيط بعد كده. هو حلو قوي يا جماعه، يعني اسمعوهم كلهم، جربوهم. ولو مثلا حد انتم ما فهمتوش، مش لازم يا جماعه حد انتم مشهور قوي علشان تسمعوه وكله بيتكلم عنه فانتم خلاص انتم هتسمعوه. فانتم لما تيجوا تسمعوه ما فهمتوش منه تمام فهتكملوا معاه، لا يا جماعه تبقى انتم حرفيا بجد اكبر غلطه عملتوها ان انتم بتروحوا عند حد مش بتفهموا منه قوي. لا يا جماعه روحوا عند حد بتفهموا منه، واسمعوا وجربوا وشوفوا مين اللي هيناسب معاكم ومين اللي هتفهموا منه اكتر وكده من دلوقتي يا جماعة، علشان بعد كده ما تنزنقوش في حكاية المدرسين اللي هتسمعوا معاهم او كده. بس كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي افكار ما تنسوش تقولولي في الكومنت، وانا معاكم بقرا كل كومنتاتكم. عايزة اقول لكم شكرا لكل الكومنت الحلوة، شكرا لدعمكم، وشكرا ان احنا وصلنا 200 مشترك على يوتيوب. وبس كده، بحبكم قوي.